شاهدتم في الحلقات السابقة من رحلة الكابتن في عالم الهواية. قبل ما تخطي اي خطوه استخير ربنا سبحانه وتعالى. كل ما بتزود فيتامينات افضل والانتاج بيزيد للطير، صح ولا غلط؟ الريش ده كائن حي لازم تتعامل معاه بحرص شديد جدا. صح اللي انا اشغل الدكر بتاعي على اكتر من نتايه لو انا مهتم بالتغذيه بتاعه النتي او بتاعه الدكر ده؟ ان انت تدي ذكر لك اكتر من نتايه، انت كده ما بتراعيش ربنا في الطيور. ادفع فلوس في اللي انت شايف ان ثمنه يساوي من وجهه نظرك. ليه هتخسر؟ عشان احنا في الاخر بنربي عصفور استرالي. هو عارف محضر لي تركات كده عايز يفاجئني بيها. خليك مع الطير عادي. لما انا احتاج سؤال في الزبره هروح هسال واحد بيربي كناريا. انت بقى دخلت جوه اتحريت، اطلع بره خد عصير بقى، خد حاجه، ده موضوع تاني. لكن مالكش دعوه بالطير. لكن مالكش دعوه بالطير. الكابتن أحمد عادل مش مجرد اسم، دي هوية. ليه يا حاج احمد بنشوف دايما ابطال معارضنا في المراكز الاولى، ونادر لما بنشوف وجوه جديده من الناس اللي هي الجداد او يعني مربيين جداد في ساحه المعرض او المعارض في المراكز المتقدمه؟ يعني هل السبب بيبقى احتكار المراكز دي للناس القديمه، ولا هل السبب فعلا ان طيور الغواة دول فعلا المستوى بتاعها يهيئهم اللي هم كل سنه لازم يبقوا في المراكز الاولى؟ طيب بص، انا عشان بس نكون واقعيين، انا هقول لك الحاجات الفعليه اللي حصلت في المعارض ماشي لحد الوضع اللي وصلنا ليه. تمام. يعني احنا معرض 2017، المعرض ده المفروض معرض 2015 بتاع مجله اليف، والمعرض بتاع جمعيه اسكندريه برضو في 2015، دول اتعملوا بدبل حتى لو طيور جايبينها من بره، بس كان في الفكره ان احنا نعمل معرض في الفكره نفسها اللي هي تطبق هنا في بتحكيم اجنبي وكده، واستفدنا منه كتير جدا. ان احنا نجيب حكم اجنبي ويشرح لنا ازاي بنرص الطيور جوه المعرض، وازاي بننقي الطيور ونحكمها، وازاي نرجعها مكانها. اتعلمنا ازاي نحكم في المعرضين دول. تمام. بعد كده معرض 2017 انت بقى كان عندك مجموعه من الهواة فعلا تستحق ان يتعمل لها معرض. كان عندك عدد من الهواة لا فعلا كله عنده طيور كويسه، ولذلك هتلاقي معرض 2017 الحاجات دي كلها متوثقه يعني. تمام. خش اتفرج على الطيور بتاعت 2017، معرض 2017 ومعرض 2018 ومعرض 2019 الجمعيه المصريه، وشوف عدد الهواة اللي كسب كام. لا هتلاقي كتير. تمام. ولازم يبقى عندك حد مميز، ده امر طبيعي. ده طبيعي. انا بقول لك دانيال لتولف في اوروبا بياخد اول بقاله 5 سنين، هل معنى كده ان اوروبا ما فيهاش هواة جامدين؟ لا في. ما هو السؤال بقى هل هو فعلا هو بيطور من نفسه وطيوره فعلا بتستحق اللي هو ياخد المراكز هو الاولى؟ مش بيطور من نفسه، هو بيحافظ على نفس الخط المميز اللي ماشي فيه، بيحافظ على المستوى اللي هو يأهله اللي هو ياخد مركز اول، الخطوه اللي هي ترجعه لورا، فبيفضل مثبت المستوى وبيعلي المستوى في خط تاني. المستوى عالي معاه يبدا يضم الخطين على بعض، لكن هو في الاخر ماشي في لاين ثابت مميز لحد ما يوصل باللاين ما يقلش عنه. اللي بيدخله على اللاين ده تكون حاجه اعلى منه مش اقل منه. تمام. فبالتالي بيفضل حافظ على ايه؟ محافظ على اللاين المميز، ويشترك في اي معرض يكسب. واحنا عندنا اكتر في مصر هنا اكتر من 5-6 هواة لو اشتركوا في اي معرض هيكسبوا. ما شاء الله. كلهم جامدين وكلهم عندهم طير كويس، فاهمني؟ فمستوى الطير بتاعهم فعلا بيأهل العدد يعني. تمام. لكن هي المشكله الكبيره ان عدد الهواة في اخر معرض، يعني اخر معرض انا بقول ان ده كان احسن معرض في 2019، انت كان عندك لا يقل عن 75 هاوي جامد. حاج احمد الطفرات عندنا 3 انواع، المتنحي والسائد والمرتبط بالجنس. بالنسبه لحاج احمد كشيخ الهوايه او المربي البطل اللي احنا نعرفه، انت بتفضل في كل طفره ذكر ولا نتايه، وايه السبب؟ وتفضل في العموم اي طفره فيه؟ لا هو بالنسبه للطفرات يعني احنا بس عشان نقسم حاجه مهمه، انت بتتكلم الطفرات هي اللي بتتكلم على شكل العصفور وشكل الجناح، وكل طفره ليها شكل معين، وفي طفرات لونيه برضو ليها شكل معين. انت في الطفرات السايده انت اللي يهمك شكل العصفور سواء ذكر او نتايه، وتعرف مين اللي بيورث فيهم. الطفرات السايده هي طفرات سواء ذكر او نتايه بتورث شكلها، الشكل بتاعها، فاهمني؟ فكل الطفرات السايده بتورث الشكل بتاعها. بص تلاقي الاسبانجل بيورث الشكل بتاعه، الاسبانجل او الباندد، فاهمني؟ وكل حاجه منهم ليها تركيبه وليها دبل فاكتور وليها سنجل فاكتور. يعني ايه دبل فاكتور؟ يعني انا لو جبت 2 من نفس الطفره لازم بيطلع لي في العش حاجه بيبقى الجين دبل، بيتجمع فيها جين الذكر والنتايه كطفره، وبيبقى الشكل مختلف، العلامات بتختفي ويبقى ليه شكل مختلف. في الاسبانجل يعني دي الطفره السايده هتسود على اي حاجه انت هتجوزها هتطلع لك في العش.
الطفره المتنحيه بقى هي الايه فيها صعوبه، لان الذكر والنتايه بيورثوها، والذكر والنتايه بيشيلوها. يعني انا لو عندي ذكر فالو وجوزته اي نتايه نورمال فالانتاج كله سبليت فالو. تمام. طب عندي نتايه فالو وجوزتها ذكر نورمال الانتاج كله سبليت فالو. هتقول لي الكره والنوتي، اقول لك اه الكره والنوتي. فالطفره المتنحيه الذكوره والنوتي بيشيلوها والذكوره والنوتي بيورثوها. تمام. فاهمني؟ السكس لينكد مرتبط بالجنس، الذكر يجيب نوتي زيه الا لو خد نتايه شبهه. يعني ذكر عين حمراء ونتايه نورمال، العين الحمراء اللي في العش كله نوتي. تمام. فاهمني؟ ذكر عين حمراء ونتايه عين حمراء، العش كله عين حمراء. طيب بتفضل انهي في كل طفره فيهم؟ بتفضل الذكر ولا النوتي بالنسبه لو انا هشتغل وهطور في الغوايه بتاعتي؟ ما تفرقش في الطفرات، يفرق في الشكل. شكل العصفور او مواصفات العصفور. مواصفات العصفور وحجم العصفور هي اللي تفرق، تقليب العصفور سواء كان ذكر او نتايه. لكن طفره العصفور ما تفرقش معايا وانا بعمل التركيبه. اهم حاجه اللي انا ادور على المواصفات بتاعه العصفور نفسها. السكس لينكد بس هو اللي الذكر بتاعه مفيد عن النتايه، لان الذكر السكس لينكد بيجيب نوتي، لكن انت لو جوزت نتايه عين حمراء لذكر نورمال كل الانتاج نورمال، والذكوره بس هي اللي سبلت عين حمراء. تمام. فهنا يفرق الذكر من النتايه في السكس لينكد بس. تمام. لكن بالنسبه للمتنحي والسائد لا، انت يهمك المواصفات الشكليه، مواصفات العصفور نفسه من الطفره نفسها. تمام. طيب حاج احمد، ليه معظم المربيين بيتجنبوا اللون الاخضر في العصافير؟ بالرغم ان اللون الاخضر ده اساسا يعني هو اساس الطفره واساس البادجي، ونادر جدا دلوقتي لما بقينا نشوف عصفور اخضر كمستوى يعني كمواصفات، بس مش شايل طفره ثانيه او مش سبليت حاجه ثانيه. لا هو بص هفهمك، اصل اللون الاخضر هو اكتر لون في العالم في الكون، هو الاساس اصلا، فاهم؟ هو اللون اقوى لون، فبس هو الناس بتحب من باب ان هو ما يبقاش عنده الحاجه المعتاده، الحاجه اللي هي موجوده اصلا استرالي، واخد بالك؟ فبيروح بيدور على الفواتح، بيدور على العين الحمراء عشان قليل، الحاجات اللي هي الطفرات بتاعتها نادره شويه او لكن انت لما هتجيب عصفور اخضر، ما هو عصفور اخضر ده يعني موجود في كل حته، عشان قصدك يعني هو اساس الطفره فموجود بكتير، فالناس دايما بتميل للحاجه النادره، لكن الناس اللي بتربي مستويات عاليه لا ما بيفرقش معاه، بيشوف العصفور ابيض واسود، اهم حاجه ينقي عصفور مستواه قوي او بينقي في العصفور مواصفه مش عنده. فاهم حاجه ان هو بيدور على مواصفه، عصفور عود عينك دايما انك تشوف العصفور ابيض واسود، مش فارق معايا طفرته ولا فارق معايا، تعرف تحكم على مستوى العصفور. لو عرفت تدرب عينك انك تشوف العصفور ابيض واسود هتعرف مستوى العصفور ايه. تمام. ايا كان بقى انجليزي شو هولل، اول ما تشوف انسى الطفر خالص اركنها على جنب، هم كلهم بالنسبه لي واحد، ادور على مواصفات العصفور. لذلك هو الحكم لما بيجي قدامه الاخضر كله، بيجي قدامه الازرق كله، بيجي قدامه الاسبنجل كله، فهو بالنسبه له كل العصافير واحد. في غلطات لونيه بتاخد نقط جزاء بس بنرجع لها بعد المواصفات. في الاخر انت بتبص للعصفور كله ابيض واسود، بتحكم مستوى وبعدين تشوف الاخطاء. تمام. طبعا يا احمد عايزين نتكلم عن التركيبه، بما ان انت من افضل الشخصيات عامه في مصر والعالم العربي اللي اشتغلت في تركيبه الانجليش هجروم. عايزين نتكلم عليها كده باختصار للناس اللي هي لسه عايزه تبتدي بالنسبه للتركيبه. طيب بص، انا هقول لك تركيبه من وجهه نظري عشان في ناس كتير ممكن ما بتتفقش معايا فيها. تمام. بس دي التجربه اللي انا جربتها. تمام. واللي جابت معايا نتيجه. انت في الاخر عايز ادواتك ايه وعايز تنتج ايه؟ انا عايز اوصل للعصفور الانجليش هجروم، تمام، او الانجليزي الفلل. الادوات انت هتقول لي مثلا ان انا اوصل بانهي ادوات؟ انجليزي وهجروم. انت دلوقتي عايز تنتج انجليزي هجروم، فلازم يبقى عندك انجليزي وهجروم، ولازم يبقى عندك هجروم، صح كده؟ تمام. طيب هنفترض انا بعمل التركيبه اهو، ذكر انجليزي وانتهى هجروم، تمام، واديتهم لبعض، هيديك عش طبعا اقرع شايل نسبه من الهجروم ومن الام، ماشي؟ تمام. في طريقه بتقول لك ادي دول لبعض لحد ما يغلطوا ويجيبوا لك العصفور الجامد. العصفور الجامد اللي هيجيبوه ده يا اما طفت يا اما سنجل كريست. تمام. اللي بيفكر كده بيفكر عشان يبيع العصفور الجامد بكام، مش بيأسس دم. هو بيدور على الشق التجاري شويه، لانه هو لما بيديهم لبعض هو ضعف دم الكريست اللي شايله للاربع حتت. تمام. طيب انا فرخت ذكر انجليزي على انتهى هجرومه، فرخت 4 حتت، اعمل ايه؟ ادي الاربع حتت دول لهجرومه تاني، هيجوزهم تاني لهجروم. تمام. انت الاربع حتت دول ما طلعوش احجام عاديه، ما هم اولاد ذكر انجليزي اللي احنا قلنا بيورث 60%. تمام. من انتهى هجرومه هم
خدوا ورثوا منها الصفات الشكليه بتاعت الهجروم. بتاعت الاجروم. الاربعه ورثوا الشكل ده بنسب مختلفه مش بنسب ثابته. تمام. لما بتورث الشكل ما بيبقاش بنسب ثابته. طيب كل عصفور ممكن يبقى مختلف عن التاني، فيه تفاوت. بالظبط كده. تمام. فانت هتاخد الاربع حتت دول تديهم لهجروم. تمام. في منهم هيجيب عصافير حلوه وفيها كتف، وفي منهم هيجيب عصافير عاديه، وفي منهم هيجيب عصافير الى حد ما كويسه. تمام. فاهمني؟ انتخب افضل اللي طلع كحجم ومواصفات، وفي نفس الوقت اللي يبقى الهجروم مثلا فيه مثلا كتف. افضل اللي طلع لك شكلا في الريش انتخبه واديه لبعض. تمام. هتفرخ اول عصفور هجرومه حجم. وما زالت رحلة الكابتن في عالم الهواية مستمرة. هدفي دايما مربي فاهم. الكابتن أحمد عادل.